دايما كنت بسأل نفسي يا جماعة، هل الغرب مش عارفين ان هم يخشوا النار، او هل الغرب عندهم نار معينة كده هم فاكرين ان لو هم عملوا حاجات وحشة هيدخلوها؟ فالنهاردة جايين نعرف ما هي النار بتاعة الغرب، بيؤمنوا ان في جنة ونار، والنار بتاعتهم عاملة ازاي. المستوى الأول المطهر. ايه ده؟ هي مستويات؟ استنى، ده مستويات. مستوى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مستوى. ايه اللي تحت ده؟ بحر ده ولا ايه ده؟ تعال نصيف يلا. المستوى الأول المطهر. المستوى الأول ليس جحيما بالمعنى الحقيقي. المطهر ده متهيألي مش جحيم، ديانة الليمبو. فاكر كان في فيديو قبل كده بيشرح الديانة، اتذكر ان الليمبو دوت بيبقى ما بين الجنة والنار، الحاجة اللي انت بتتحاكم فيها هل انت هتخش النار او الجنة عندهم يعني. المستوى الأول ليس جحيما بالمعنى الحقيقي، بل هو أشبه بالأرض، لكن لا يمكنك الموت فيه، والعقاب الوحيد هو معرفة أن حالتك فيه ستبقى على حالها إلى الأبد. إنه المكان الذي يذهب إليه الأطفال غير المعمدين. فهمت. اول درجة من الجحيم عندهم هي مش جحيم، ولكن هي لا شيء، يعني حاجة من اللا شيء كده، ان هو انت لا في جحيم ولا في جنة، انت هتفضل قاعد كده مش حاجة، وما ينفعش تموت، لا تفضل قاعد كده. ومكان إقامة الصالحين الذين ولدوا قبل المسيح مثل أفلاطون وسقراط. طب ما يخشوا الجنة دول، مش هم صالحين؟ ما تدخلوهم الجنة يا جماعة، ايه البخل ده؟ فهم في الغالب شخصيات من العهد القديم مثل آدم وهابيل ونوح وموسى. نعم يا اخويا، سيدنا ادم مش هتدخله الجنه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ يعني انت هتدخل سيدنا ادم الجحيم؟ بغض النظر ان المفروض ده مش جحيم، بس هو درجه من درجات الجحيم. يا جماعه المعلوميه، النار هي دركات مش درجات، لا دركات. مثلا المنافقين في الدرك الاسفل من النار، الدرك الاسفل فهي النار الاسلام هي الدركات. عندكم بقى ما اعرفش ايه النظام. يوليوس قيصر موجود أيضا في المطهر، لأن دانتي كان معجبا كبيرا بروما القديمة، مع أنه لم يستطع وضعه في الجنة لأنه ولد قبل المسيح. يعني ايه بتقول؟ هو اللي بيدخل النار والجنه ده ايه؟ موظف قاعد ولا ايه؟ هو بالواسطه؟ انا بحبك، انت فيديوهاتك حلوه، لا خش الجنه. لا انت دمك تقيل، خش النار. مين اللي بيقرر هنا مين بيخش النار ولا بيخش الجنه؟ مع أنه لم يستطع وضعه في الجنة لأنه ولد قبل المسيح. وبيقول لك ما ينفعش يخش الجنه عشان هو اتولد قبل المسيح. يعني النار محجوزه لاي حد قبل المسيح يعني؟ ولا هو شريف مراسي يا ابني؟ انت في صف اول ولا على البحر لازم النار شطابي كده، مش هياخدوا حد تاني مش فاهم. دي انا غريبه بصراحه. قبل المستوى الأول الفعلي للجحيم يوجد موس، وهو شخصية من الأساطير اليونانية القديمة، يحكم على مصير الناس في العالم السفلي بناء على أفعالهم. دي الدرجة التانية يا جماعة من الجحيم، بس هي ستيل ما فيهاش نار او ما فيهاش تعذيب، هي ستيل برضو من اللا شيء. انا مش فاهم الجحيم بتاعكم ده يا جماعة بصراحة. ما دام الناس مش وحشة بتدخلوها النار ليه؟ او ده اصلا المكانة دي تعتبر من النار ليه اصلا؟ ما دام هي انت بتتعذبش فيها، فاهم؟ عندما يتصل به أحد لا يسعه إلا أن يقول الحقيقة. يتصل بايه؟ النار فيها جوال؟ النار فيها شبكة؟ يا ولاد المحظوظة، حدائق الاهرام ما عندناش شبكة. المستوى الثاني الشهوة. شهوة ايه يا ابني؟ إيه اللي فات ده؟ ايه برضو؟ انا مش واحد بيحكم على الناس ان هم يروحوا الدرك الاسفل. نخش على النار على طول يا جماعة، نخش على النار عايزين عذاب كده وعايزين نار، عايزين الشهوة. هذا الشهوة. دخلنا على النار بقى يلا، ها. هذا هو المكان الذي يسكنه من ارتكبوا جرائم جنسية. حلو. الخطايا تمضي. لا الجرائم الجنسية مش حلوة، انا قصدي يعني ان احنا دخلنا على النار بقى، يعني اخيرا يعني هنشوف شوية اكشن. الخطايا تمضي، وهي أكثر الإغراءات التي يستخدمها الشياطين لجلب الناس إلى الجحيم. ثواني بس، انا ايه الهبل اللي انا بشوفه دلوقتي؟ عناية بتشوف من اوائل المراتب بتاعت النار الاعتداءات الجنسية. امال ايه الدرك الاسفل النار؟ هنا نجد رياحا عاتية كالإعصار، حيث يدفع الناس جيئة وذهابا باستمرار دون فرصة للراحة. في الكوميديا الإلهية لدانتي ثواني كوميديا إلهية. بتعذبوا الناس في النار بتاعكم بتضحكوا ولا؟ مش فاهم. يوجد مبدأ يسمى كونتراوسو، ويعني أن عقاب الأرواح يجب أن يتم بعملية تشبه الخطيئة نفسها أو تناقضها. يعني الشخص هيتعذب في النار دي ان هو يحصل فيه الفعل اللي هو عمله في الدنيا، ده اللي فهمته من داندي مول ده، ولا مش عارف مين اللي عمل. توجد بعض الشخصيات الشهيرة في هذه الطبقة مثل باريس وكليوباترا. ثواني، هو انتوا حاجزين الناس يعني ولا ايه؟ طب افرض مثلا انا عايز احجز مثلا في حجز اونلاين، هي النار عندهم لاكجري يعني؟ عملت ايه طيب كليوباترا؟ مثل باريس وكليوباترا التي لم تدخل الجحيم لمجرد شهوتها، بل أيضا لأنها كانت عدوة لروما. الله، روما مين يا جدعان؟ مين روما دي اللي عملت معاها حاجه جنسيه دي؟ المستوى الثالث الشراهة. الطمع والشراهه. المستوى الثالث هو فين؟ في المستوى الثالث يهطل مزيج من المطر والثلج والبرد باستمرار،
حيث يقذف الناس بالجليد باستمرار. جليد ايه؟ انتوا في نار يا جدعان، انتوا في نار يا جماعه، انتوا في نار. هو جليد ازاي يعني؟ ده انتوا بترتبوا على اللي بتعذبوهم؟ هنا نجد أيضا سيربيروس، الكلب ذو الرؤوس الثلاثة من الأساطير اليونانية الذي يجوب المكان ويمزق الناس إربا ايوه كده، ايوه اخيرا انا حسيت ان انا في نار شويه. ايوه في ناس بيتمزقوا اهو، اربن مش تلج وجليد يا اخي انا حاسس ان انا في المانيا في ديزني لاند ورايح العب الصاروخ. حببتوني في النار بتاعتكم يا اخي. ولكن بما أنهم لا يموتون فإنهم إما أن يتجددوا ويظلوا في دوامة من المعاناة إلى الأبد، أو أن يرقدوا هناك إلى الأبد. في كلب كده ولا مش عارف مخلوق معين يا جماعه في هذه الدرجه من النار، عنده 3 رؤوس، يقعد يمزقهم اربن ويقعدوا يتجددوا تاني وما بيموتوش، ويقعد يمزقهم تاني وهكذا. ماشي، منطقي. دلوقتي احنا في نار، ماشي. هذا العقاب نابع من مبدأ التناقض والموت، حيث أن من يعتدوا الأكل أصبحوا الآن يؤكلون. اوكي فهمت. يعني الحاجه اللي هم دخلوا النار عشانها ان هو الطمع والشراهه، ان هم بياكلوا كتير. ايه ده؟ يعني هو لو بياكل كتير هيخش النار، المخلوق ده هياكله برضه عشان هو دخل النار ان هو بياكل كتير، فالمخلوق هياكله، بيعذب بنفس الحاجه اللي دخل عشانها النار. المستوى الرابع، الجشع. عندما يدخلون المستوى الرابع لأول مرة يرون بحرا من الناس يركضون باستمرار ويصطدمون ببعضهم البعض كالأمواج ويضربون بعضهم البعض بأكياس أموال ضخمة بينهم. اوكي، الطمع في الفلوس دي دركة النار الرابعة. يرى دانتي بعض الأشخاص الصلع الذين كانوا في الغالب رهبانا، فيسأل فيرجيل إن كانوا أعضاء في الكنيسة. يقول فيرجيل إن نصفهم أعضاء في الكنيسة بالفعل، والنصف الآخر مجرد أشخاص قاتلوا لجمع الثروة على الأرض. إنهم الآن مجبرون على القتال حرفيا من أجل لا شيء، تماما كما قاتلوا من أجل أشياء لا قيمة لها. لا يمكننا العثور هنا على شخصيات مشهورة يمكن التعرف عليها، لأن وجوههم تشوهت بشدة نتيجة مئات السنين من القتال لدرجة يصعب معها التعرف عليهم. المستوى الخامس، الغضب. ايه اللي المستوى الخامس؟ انا ما فهمتش حاجه. الناس اللي كانوا بيحاربوا بعض عشان السلطه والفلوس، يعني هنا عمالين يحاربوا بعض على لا شيء عشان ما فيش فلوس. انا مش فاهم ايه المستوى الرابع الغريب جدا. اللي انا عارفه في المستوى الرابع ان هو ناس اغنياء، كانوا اغنياء في الدنيا. ايه ذنبهم طيب؟ يعني كانوا بيعملوا حاجات غلط مثلا عشان يوصلوا للفلوس دي مثلا، ولا كانوا بيبيعوا مخدرات فلوسهم حرام؟ ولا اعتقد المخدرات عندكم عادي فمش هتحاسبوا عليها ان هي حرام اصلا. مفيش حد كافر هنا يشرح لنا يا جدعان الكلام ده. المستوى الخامس، الغضب. لا ينبغي الخلط بين هذا المستوى والعنف، فهو مخصص فقط للأشخاص الذين كانوا لئيمين وغاضبين طوال الوقت. ثواني، يعني ايه ما ينفعش اربطه ما بين الغضب والعنف؟ يعني هو شخص غاضب فقط كده يخش النار ليه؟ يعني هو غاضب بس ما عملش حاجه، يعني ليه يخش النار؟ ده غريب جدا. يعني انت عايز الناس كلها في الحياه يكونوا مش غاضبين كلهم سعداء؟ استحاله يا ابني، ده العالم كله كده في النار. يعني مثلا اسمع نكته مش حلوه مثلا فاتضايق كده ايه الخرا اللي انت تعال خش النار، خش النار. غضبان من نكته سيئه؟ ما طبيعي هغضب، يعني مش هتبسط يعني من نكته سيئه، لا اضحك غصب عنك. لو هتسكيب بنقطه الغضب وتضرب بايدك على طول اوكي، اما الغضب لوحده حرام. يوجد بحر من الطين حيث يحاول الناس باستمرار دفع بعضهم البعض للأسفل للخروج إلى الأعلى. يمكن أيضا العثور على الشياطين في هذا المستوى، وهم يركضون تحت البحر وهم يغرغرون بأنينهم إلى الأبد. يحتوي هذا المستوى على نهر العصي المليء أيضا بالناس، ويستقل دانتي وفيرجيل قارب البراغيث، وهي شخصية من الأساطير اليونانية تعمل كقائد للقوارب ينقل الأرواح من الطبقة الخامسة إلى الدوائر السفلى من الجحيم. وبينما يقتربون من وجههم يرى دانتي ضوءا أحمر، وهو مدينة ديس. تشمل مدينة ديس الدوائر من السادسة إلى التاسعة من الجحيم، وتتميز بأسوارها المحصنة ومناظرها الطبيعية النارية. مناظرها الطبيعية النارية ليه بتوريني ان النار بتاعتكم حلوة؟ يعني انتوا عندكم قصور ما شاء الله، كل ما بننزل درجة اكتر واكتر المفروض النار تسوء اكتر ولا تحلو. في قصور، دخلنا على قصور وانهار من النار، المناظر الطبيعية. تركت تشجعني على الرذيلة. عندما يصلون إلى البوابات تظهر بعض الملائكة الساقطة وتخبر دانتي أنه لم يمت بعد. طب الحمد لله ان انا ما متش. وفي ملائكة. ايه يا جماعة النار دي؟ اعمل ايه طيب عشان اخش النار دي؟ افضل غضبان على طب يلا بينا والله. علاوة على ذلك تخرج الإلهات الثلاث من أعمدة البوابة مغطاة بالدماء والثعابين. ثواني، ايه الهات ايه؟ ثواني، يعني هو انتوا عندكم آلهة في الجحيم؟ يعني ايه؟ امال مين اللي بيحط الناس في الجحيم؟ مش المفروض الآلهة بتاعتكم؟ طب في آلهة في الجحيم ليه؟ يعني انا بقول لك كل ما بننزل درجة اكتر بنلاقي، يعني انا خايف ننزل لاخر درجة تحت نلاقي نساوين موت الموت، نلاقي ما لذ وطاب من الاكل والشراب، نار متشطبه سوبر لوكس، نار فابريكا على المفتاح، نار واخده 9 نجوم من 10 على موقع بوكينج، الطبقه السادسه.
المستوى السادس الهرطقة. الايه الهرطقه؟ يعني ايه؟ يعني الواحد ممكن يخش النار من البرطمه بتاعته؟ ايه ده؟ اكيد يا جماعه الناس مش مقتنعه بالحاجات دي اصلا. ايه الفيديو الغريب ده؟ هذا هو المستوى الأول حيث يرتكب الناس الخطيئة بشكل فعلي ضد شخص آخر. من هنا فصاعدا يتعرضون للتعذيب والمعاناة الحقيقية اخيرا دخلنا النار الحقيقيه. ده كله كان تمهيد للنار ولا ايه؟ عند وصولهم إلى المستوى السادس حيث يسكن الهراطقة يرون مقابر منحوتة في الصخر مترصة جنبا إلى جنب يرقد فيها الناس تحت ألسنة اللهب. هناك حراس من الملائكة الساقطين يتأكدون من استلقاء الجميع ومعاناتهم. قاعد كويس يا ابني، قاعد كويس، بس عشان ايه النار تجيب كل اجزائك؟ معلش، قاعد كويس حتى في العذاب حنينين. نجد أيضا الملكة فريدريك الثانية هنا، لأن هو ايه حوار بقى المشاهير اللي كل طبقه من النار حاجزين له مكان ده؟ يعني ايه الحوار ده بقى؟ انتوا بتسوقوا للنار بتاعتكم يعني انا مثلا لو بحب كينج فريدريك ده، هل هعمل كل ما يمكنني ان افعله لادخل هذه الطبقه من النار عشان ابقى جنبه مثلا، نقعد نتساهر واقول له انت عملت كده ازاي وبتعمل كده ازاي؟ ما فهمني برضو ليه بتقول لي النار دي محجوزه لكذا؟ يعني ليه بتقول لي كده؟ بيحثوا ويشجعوا الناس على الرذيله عشان يخشوا في النار بتاعتهم. ما شفتش كده. المستوى السابع العنف. المستوى السابع العنف. انا مش فاهم حاجه يا ابني. ما هو انت من شويه قلت على الغضب، الغضب لوحده والعنف لوحده. لو الغضب في مرتبه اقل شويه، لو العنف مرتبه اقوى، ماشي، منطقي، ده منطقي. بس ان انت اصلا تغضب بس وتخش النار ده غريبه شويه. ماشي. العنف. ينقسم المستوى السابع إلى 3 أجزاء: الحلقة الخارجية للعنف ضد الآخرين، والحلقة الوسطى للعنف ضد الذات، والحلقة الداخلية للعنف ضد الله. ماشي، منطقي، ماشي. في الجزء الأول الحلقة الخارجية تجد نهر فونا المصنوع من الدم المغلي، حيث يجبر الناس على الاحتراق إلى الأبد على يد القنطور الذي يحرس النهر ويتأكد من عدم خروج أي شخص. ماشي، نهر مليان دم مغلي وعليه حارس يتأكد ان مفيش حد هيخرج منه. ده جزئية العنف ضد الآخرين، يعني لو انت ضربت حد، قتلت حد كده يعني. الإسكندر الأكبر موجود هنا لأنه قتل الكثير من الناس، ونعلم أن النهر يزداد عمقا كلما اقتربت الأرواح من المنتصف، حيث يدفن بعض الناس بالكامل بينما يتمكن آخرون من إخراج رؤوسهم والتنفس. أخيرا لقينا حاجة منطقية، يعني ده أول حاجة منطقية حرفيا في الفيديو. الجزء الثاني. نخش بقى على الجزء الثاني، العنف ضد نفسك، الانتحار أعتقد وكده. الجزء الثاني الحلقة الوسطى عبارة عن غابة مظلمة مليئة بالأشجار الميتة والهاربيات، وهي مزيج من البشر والطيور تطير ذهابا وإيابا. يسمع دانتي صراخا كثيرا لكنه لا يرى أحدا، فيطلب منه فيرجيل أن يقطع غصنا من شجرة. عندما يفعل يخرج الدم من الشجرة وتبدأ بالصراخ. ايه ده؟ الناس بيعذبوا ان هم بيتحولوا لأشجار؟ ذلك لأن الأشجار في الواقع هي أناس ارتكبوا جرائم قتل، ولأنهم أرادوا التخلص من أجسادهم عليهم الآن قضاء الأبدية في شيء ليس جسدهم. اوكي، ان انت لو عملت حاجة في نفسك فهتعذب، ان انت في النار دي مش هتبقى نفسك، هتبقى حاجة تانية غير نفسك عشان تحس ان انت كنت حاجة قيمة ودلوقتي ما بقتش. والله يعني منطق لابد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الاسلام فوق. الاسلام فوق. اوعى تقول منطق ومش منطق، كل ده يعني اصلا مش مقتنع بيه. ازاي ابقى شجره لما ايه؟ تنمو ثمار هؤلاء الاشجار وهي جزء من اجسادهم تاكلها الهاربيات مما يسبب لهم الما شديدا. ده والله لذيذه حته ان انت ينبت منك شيء. يعني مثلا انا مثلا لو بقيت شجره ممكن انبت ايه مثلا؟ ممكن انا بحب البرقوق، ممكن اطلع برقوق. ممكن انبت قصب السكر لاني دمي شربة. الخرا ده. تنمو ثمار هؤلاء الاشجار وهي جزء من اجسادهم تأكلها الهاربيات مما يسبب لهم ألما شديدا. عندما يأتي يوم القيامة ستعلق جثثهم الهامدة على هذه الأشجار مما يجعلهم يتذكرون ما فعلوه إلى الأبد. في الجزء الثالث بقى اللي هو التعدي أو العنف على الإله. أعوذ بالله من غضب الله. يعني طبعا إله اللي أنا بتكلم عليه ربنا، يعني غير إلههم هم. يعني أنا ما أعرفش أصلا مين إلههم بصراحة، مش هكدب عليكم. أنا ما أعرفش الديانة دي إلهها مين، أو الديانة دي مين بيعبدها أصلا. والإله هنا أصلا ربنا، يعني الإله الأوحد هو الله. ما اقعدش أقول ده إله ده ولا إلهي، لا، هو إله الأوحد هو ربنا. اعتقادي أنا وإيماني بالله. في الجزء الثالث الحلقة الداخلية توجد حفرة رملية مليئة بأشخاص عراة يصرخون أكثر من أي مستوى آخر، ذلك لأن قطعا من النار تتساقط على الرمال مما يجعلها شديدة الحرارة. أيضا إذا تعبت إحدى الأرواح من المشي على الرمال المغلية إلى الأبد واستلقت فسيتعين عليها البقاء في هذا الوضع لمدة 100 عام. بس أنا غريبة شوية إن الجزء ده الرمال ماشي، الرمال بالنسبة لهم هي العذاب، عشان لو أنت وقعت منها أو تعبت فوقعت فأنت تفضل هنا. أو العذاب مش حاسه غريب شوية، عشان أنت كده كأنك ماراثون برضه. انت كده في ماراثون، افضل ماشي طول ما انا كده هقع فهرجع اتعذب.
انا مش فاهم بصراحه العذاب ده غريب قوي. لسه شايف دلوقتي بيقول لو انت وقعت هتفضل على نفس وضعك كده وانت واقع، شمس بقى والرمال الساخنه 100 عام متواصل، تفضل نفس نومتك كده اللي انت وقعت منها. فلا طلع عذاب قوي بصراحه. نجد كابوس وهو عملاق مستلق يضحك قائلا إن الأمر ليس بهذا السوء. يخرب بيت كبريائك انت غبي يالا. بغض النظر ان ده ما حصلش اكيد، بس ان في حد بيتعذب ويقعد 100 عام على الرمال الساخنه الملتهبه ويقول لك يا عم والله سهل والله سهل، تعمل ايه؟ فكرني بالشخص اللي بينزل بنص كم في عز الشتاء، عايز ايه برضه؟ تعمل ايه؟ عايز ايه؟ المستوى الثامن الاحتيال. وات؟ يعني ايه؟ يعني بالنسبه لهم القتل والعنف اقل درجه في النار من الاحتيال؟ يعني ايه؟ ازاي؟ يعني انا قوه عذاب النصب اكثر بكثير من قوه عذاب القتل. ايه المنطق ده؟ وريني عايز اعرف. ينقسم المستوى الثامن إلى 10 خنادق تسمى بولوس، حيث يوجد الأشخاص الذين ارتكبوا أنواعا مختلفة من الاحتيال. البولوس الأول مخصص لمن خانوا الحب. على سبيل المثال، اي حد خزوق واحده او اي بنت خزوقت واحد هيبقى عذابك اكتر من عذاب انك لو قتلتي حد. فطر القلب وكسره يعني انك تكسري قلب حد عذابه اكتر من انك تقتلي حد. مش عارفه كوام، انت لو كسرت قلب حد اكنك قتلته بالظبط. المفروض اكنك، لا ده انت اكتر من ان انت قتلت. واو. على سبيل المثال نجد رجلا باع أخته لرجل شهواني. يجبرون على ركض من أحد طرفي الخندق إلى الآخر بينما تجلدهم الشياطين إذا تباطؤوا. لا بصراحة يعني يستحق العذاب. أنا كنت فاكر كسرة القلب إن هو واحد بيحب حد وسابه وخانه، فاكر كده. لا طلع إن في حد بيبيع مثلا أخته أو بنته. أوكي، يستاهل كل خير على دماغه بصراحة. البولوس الثاني مخصص للمتحدثين المخادعين، أولئك الذين كذبوا للحصول على ما يريدون، ويتكون من حفرة عملاقة من البراز. أولئك الذين يأمرون الآن مليئون بالهراء، دائما ما يتشاجرون ويحاولون إضعاف بعضهم البعض. ايه ده؟ يعني واحد بس بيكسب حد تاني في الكلام او بينصب عليه او بيأكله الهوى في البلد يعني؟ بس يا جماعة الحاجات دي مش منطقية برضو، هو يعذب اكتر من ان حد بيقتل. مش عارف يعني كان. في البلجة الثالثة نجد السيمونيين، أولئك الذين باعوا سلعا مقدسة مثل الأسرار المقدسة أو تصاريح إخراج الأرواح من المطهر مقابل المال. أرض البلجة وقاعها مشتعلة، وهناك جمرات ساخنة متناثرة تتصاعد منها النيران. الطريقة الوحيدة لتجنبها هي الاختباء في حفر في الأرض، ولكن بما أنها تغطي الجزء العلوي فقط من الجسم تبقى القدمان مرفوعتين وتحترقان. ناس بتبيع حاجات مقدسة بالمال، برضو دوت يستحق عذاب أكتر من قتل. البلجة الرابعة مخصصة للسحرة والمشعوذين، أي الساحرات، والعقاب الوحيد لهم هو أن رؤوسهم ملتوية للخلف، لذا عليهم أن يسيروا للخلف لبقية الأبدية. ايه الكرياتيفيتي دي يا جماعه؟ يعني كميه عذاب كرياتيف. مين اللي مالف الحاجات دي؟ مين اللي مالفها بامانه؟ وهل في ناس اصلا يعني believes in this؟ الناس بتؤمن بالكلام ده؟ غريبه بصراحه. في البلجة الخامسة في البلجة يوجد المحتالون، وهم الذين يتبادلون المال مقابل المحسوبية السياسية والفساد. يوضعون في قدر من القطران المغلي ويقيدهم الشياطين بعصي. أما البلجة السادسة فهي للمنافقين، وتتألف من أناس. أخيرا حاجة عدلة. أيوة المنافقين طبيعي. إسلام طبعا في الدرك الأسفل من النار، هي أسفل السافلين المنافقين. حاجة يعني منطقية شوية. إما واحد بياكل واحد تاني بالكلام يبقى مع المنافقين ليه؟ يعني ممكن بيهزروا، معرفش، فاهم؟ فهي للمنافقين، وتتألف من أناس يرتدون أثوابا جميلة من الخارج لكنها قبيحة من الداخل وثقيلة جدا، يجبر المنافقون على السير بها إلى الأبد. أما البلجة السابعة فهي، لا بقول لك ايه، بلا بلجة سابعة بلا بلجة بتاع اللي بعده، اديني في المستمر من الأمراض. خش لي على الدرك الاسفل، اخر درك. يلا انا قررت احكي لكم على الدرك الاسفل من النار بتاعتهم. كده وش الوش بدل الدبلجة المعيقة دي بصراحة. في بحيرة متجمدة كده، اي حد فيها هو بيخون عيلته واقاربه والوطن والاصدقاء، وانا ولو خنتني انا كمان، ما انا اخوك برضه. وتتجمد دموعهم، ما عمالين يعيطوا بقى من كتر التلج ساقع يعني. فاكر بيعيطوا عشان اصدقائهم وخياناتهم؟ اطلاقا، دول باردين عشان هم يعني في بحيره ثلجه يعني وكده يعني. بيقول لك بقى البحيره دي بقى ايه؟ هي مركز الجحيم نفسه. بيقول لك بقى ايه؟ ان شخص لو عمل حاجه سيئه للغايه، جريمه بقى او معصيه سيئه للغايه، بيروح على طول للدرك الاسفل النار بتاعه، اللي هو المستوى التاسع بتاعهم في النار ده، وما بيموتش في الدنيا على حد علمي من كلامه يعني. ما بيموتش في الدنيا، بيروح هناك على طول من غير ما يموت. والشيطان بيستحوذ على روحه، بيبقى شيطان يعني. ما تقول ان هو بيبقى شيطان ليه نقعد نلف وندور. ويقول لك بقى المرحله التاسعه من النار في هناك لوسيفر. لوسيفر ده اللي هو الشيطان، بس عندهم اسمه لوسيفر يعني. عنده 3
وجوه، وجه احمر ووجه اصفر ووجه بني ده ولا ايه، وبينزل منه دم كتير، ومن كتر الدم اللي نازل منه عمل نهر دم باين. وبيقول لك اصلا ان في حفره او الليفل دوت ما فيهوش غير 4 بس. الله، وايه حوار الحجز بقى، وايه انتوا ايه يا جماعه، من الاولويه للدخول هو في ايه؟ بيقول لك ان الاربعه موجودين، لوسيفر وبروتوس والناس مش مهتمين احنا بيهم. بيقول لك ان لوسيفر عمال ياكل ويمضغ في ناس يعني دخلوا النار يعني. بس كده الفيديو خلص. والله العظيم رحله جميله جدا، مش عايز اكررها تاني. نار غريبه، نار غريبه، بتحاولوا تسوقوا الى الرذيله عشان الناس تروح النار دي. يعني انتوا غراب جدا برضه. يعني النار اللي انتوا بتقولوها نص الدركات بتاعت النار بتاعتكم حلوه، فيها قصور وفيها انهار وفيها ملائكه. في بعض من الدركات الناريه اللي عندكم ما فيهاش عذاب اصلا. صباح الفل. العذاب في النار عندكم بيبدا من الدرك السادس مثلا، 4 دركات بس فيها عذاب. داخل النار ايه؟ جايه صيف، قريه سياحيه في الساحل هي، وهل القريه دي عائلات فقط ام الشباب ممكن نخش عادي؟ ولكن هل فعلا النار دي يا جماعه الناس مقتنعه ان هي دي النار فعلا؟ مش عارف، ممكن عشان انا مسلم مثلا فانا شايف ان الحاجات دي واضحه قوي ان هي مش منطقيه. الله، الحمد لله على نعمه الاسلام بصراحه يعني. شوفوا يا شباب، الفيديو دوت عامله عشانكم، وخدوا السبسكرايب. كان معكم الشيء. السلام عليكم.